المذيعة صاحبة الصوت غير اللائق تكشف حقيقة فيديو إيقافها وعودتها خلال أيام. في أول ظهور لها بعد إيقاف برنامجها والتحقيق معها، أطلت المذيعة منى العمدة في لقاء تلفزيوني وكشفت كواليس فيديو إحدى حلقات برنامجها الجمهورية الجديدة، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت: أنا في أول الحلقة سألت الضيف عن رأيه في العاصمة الإدارية الجديدة، فأخذوا الفيديو وغيروا درجة الصوت وخفضوا الإضاءة وأضافوا الموسيقى للفيديو، وهذا كان رأي إحدى الجهات الرقابية في شبكة النهار. وأوضحت منى العمدة أن الأزمة لم تقتصر على التلاعب في الفيديو الخاص بها، قائلة: السبب الثاني إني كنت عاملة عملية في الأذن وتحت تأثير المسكنات والمضادات الحيوية، وهذا عمل حالة من الهدوء والسكينة، ولكن لم يغير طبقة صوتي. وأشارت الإعلامية المصرية إلى أن برنامج الجمهورية الجديدة يقدم منذ 2.5 عام، وعرض منه 52 حلقة وصوتها فيها لم يتغير، لافتة إلى أن رد فعل الضيف وطريقته ربما هي التي أثارت الجدل. وخلال التحقيقات أكدت العمدة اعتذارها للجمهور وأنها ستقدم أداء مختلفا في الفترة المقبلة بعد تعافيها من ألم الجراحة والمسكنات التي حصلت عليها، وأنها ستلتزم بالزي المناسب في تقديم الحلقات. وقررت القناة عودة منى العمدة لتقديم برنامجها خلال أسبوع.